بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي يستمر في إهدار الفرص وفي فقد النقاط الهامة جدا في سباق الدوري الممتاز. في الحقيقة النادي الأهلي كان بادئ الدوري بسيناريو رائع جدا وقدر ان هو يتصدر الدوري الممتاز حتى فترة التوقف، لكن النادي الأهلي بعد عودة الدوري وبعد استئناف المباريات بنشوف النادي الأهلي حاله بيتغير وبيتبدل وبيبدأ يفقد نقاط هامة جدا وبيبدأ يضيع فرص كبيرة جدا عليه. النادي الأهلي في مباراة فيوتشر بيفقد نقطتين مهمين جدا بعد التعادل وبعد إهدار فرصة تسجيل ضربة جزاء اللي ضيعها محمد مجدي قفشة. بنشوف النادي الأهلي في المباراة اللي بعديها مع فاركو بيفوز بسيناريو صعب جدا في آخر لحظة من لحظات المباراة بهدف محمد شريف، وبيرجع النادي الأهلي مرة تانية يفقد النقاط أمام فريق سموحة في مباراة كانت صعبة جدا على النادي الأهلي بسبب السيناريو أو طريقة اللعب اللي قدر الكابتن طارق العشري إن هو يحجم بيها المباراة وقدر ان هو يفرض اسلوبه وفلسفته واستراتيجيته على ارض الملعب. نادي سموحة اللي بدأ اللقاء بطريقة لعب 4-3-3 علشان يقدر ان هو يقفل جميع زوايا التمرير على النادي الاهلي ويقفل جميع ممرات التمرير على النادي الاهلي، ويقدر ان هو يكون اداؤه وانتشاريته في الملعب افضل بكتير من النادي الاهلي اللي كان بيحاول على فترات وكان بيحاول ان هو يفرض اسلوبه ويفرض طريقة لعبه، لكن نادي سموحة فعلا قدر ان هو بالطريقة دي ان هو يحجم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. هنشوف دلوقتي مع بعض الطريقة او المنظومة الدفاعية لنادي سموحة كانت عاملة ازاي. زي ما قلنا طريقة 4-3-3 اللي كانت بتتحول في الحالة الدفاعية لطريقة 4-5-1 علشان يقدر نادي سموحة ان هو يكتف الجيم او يقدر ان هو يخنق النادي الاهلي ويحرمه من الميزة الكبيرة اللي عنده ويحرمه من عملية التنظيم الهجومي ومن عملية بناء والتدرج الهجومي. نادي الاهلي اللي كان بيحاول ان هو يلعب بنفس طريقته وبنفس فلسفته علشان يطلع بالهجمه من تحت ويقدر ان هو يبني او ينظم الهجمه بتاعته بشكل سليم، نادي سموحه قدر ان هو يضغط عليه من قدام وقدر ان هو زي ما قلنا يقفل جميع زوايا التمرير. حتى لما كان النادي الاهلي بيقدر ان هو يطلع بالكوره كان نادي سموحه بيفرض عليه عمليه الميدفيلد بلوك او عمليه الدفاع المتقدم او الدفاع المتوسط من وسط الملعب عن طريق رباعي خط الظهر وثلاث ديفندرات زي ما قلنا فلات والثلاث مهاجمين او الجناحين والمهاجم اللي كان دايما بيبقى شغلته هي رقابه عمرو السوليه او حمدي فتحي علشان يحرمهم من عمليه الربط وعمليه التدرج بالهجمه او عمليه الربط بين خطوط النادي الاهلي. حتى لما كان النادي الاهلي بيقدر ان هو يطلع بالهجمه ويتدرج بالهجمه ويقدر ان هو يوصل بيها للثلث الهجومي، كان نادي سموحه بيفرض اللو بلوك بطريقه 4-5-1 زي ما احنا شايفين دلوقتي، 4 مدافعين قدامهم خماسي خط الوسط، والمهاجم دايما كان بيبقى وظيفته او مهمته في الحاله دي ان هو يوقف المدافعين، والمهمه الثانيه الاهم اللي هي كانت عمليه التحول الهجومي بشكل سريع اللي كان بيحاول نادي سموحه ان هو يفتك الكره من النادي الاهلي ويتحول هجوميا بشكل سريع علشان يقدر ان هو يخطف المباراه. وده اللي حصل معانا فعلا في الهجمه اللي قدامنا لما قدر نادي سموحه ان هو يقطع الكوره وعن طريق المساحه الكبيره اللي في ظهر علي معلول واستغلال الهاف رايت الهايل مكرونه بسرعته العاليه قدر ان هو يروح فعلا في المساحه الفاضيه وكان في مواجهه محمد الشناوي وكان يقدر يخلص المباراه بالهجمه الخطيره جدا دي. ويمكن اسلوب لعب فريق سموحه اجبر النادي الاهلي بشكل كبير ان هو يلعب على التحولات الهجوميه ويحاول ان هو يستغل الهجمات المرتده زي المشهد اللي قدامنا ده اللي اتكرر اكتر من مره، واستغلال المساحات الكبيره اللي في ظهر مدافعي نادي سموحه، لكن سوء الفينش من مهاجمي النادي الاهلي حرمت الاهلي من اكتر من فرصه واكتر من هدف. بالمقابل لو اتكلمنا عن المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي يمكن اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان هي مش احسن حاجه وان النادي الاهلي بيعاني بشكل كبير في المنظومه الدفاعيه بتاعته سواء على مستوى التحولات الدفاعيه او على مستوى التنظيم الدفاعي. الترحيل مش افضل حاجه، التغطيه العكسيه اوقات كتير مش موجوده زي الهجمه اللي قدامنا دلوقتي. كان يقدر يستغل التغطيه العكسيه المبالغ فيها من علي معلول وعدم المسانده الدفاعيه الجيده للاعبي وسط الملعب في المساحه اللي قدامنا دي، وكان يقدر عن طريق تحرك مهاجم نادي سموحه ان هو يروح في مواجهه المرمى وفي مواجهه محمد الشناوي.
يمكن زي ما قلنا قبل كده وزي ما بنقول دلوقتي، النادي الاهلي بعد استئناف الدوري مش هو النادي الاهلي اللي كان قبل استئناف الدوري، خصوصا ان هو داخل على مباريات صعبه جدا. مش عارفين هل النادي الاهلي هيقدر ان هو يصلح الاخطاء الكبيره اللي موجوده عنده، وان هو يحسن من صناعه الفرص واستغلال الهجمات وتحسين الانهاء او الفينش على المرمى ولا لا. النادي الاهلي عنده مباراه هامه جدا مع نادي سيراميكا، وعنده مواجهات قويه، وعنده كاس عالم للانديه. بنتمنى النادي الاهلي يصلح الاخطاء اللي عنده ويقدر يرجع للمسار الصحيح. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.